يستشهد 5 واحد. حتى لا يتم تغليط الرأي العام الدولي بخصوص قضية طرد موظفي السفارة الفرنسية والقنصليات التابعة لها في الجزائر، كشفت السلطات الجزائرية هوية الأشخاص المطرودين من الأراضي الجزائرية، حين طردت الجزائر 12 عنصرا أمنيا فرنسيا منتدبا بالسفارة الفرنسية، وهم ضباط شرطة ودرك لهم ارتباطات مهنية بوزارة الداخلية الفرنسية، وأبلغتهم أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم على التراب الجزائري، وأمهلتهم 48 ساعة. عملهم متعلق بمسائل استخباراتية، ويعمل جلهم في مقر السفارة الفرنسية بالجزائر، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. 2 فقط من المطرودين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي، وهو جهاز مكافحة التجسس الفرنسي. أما الموظفين الآخرين الملحقين بمديرية التعاون الأمني الدولي هم 6 من ضباط الشرطة و4 من رجال الدرك. في أقوى بيان